لما تكسب المنافس المباشر ليك مرتين في اقل من اسبوعين، فانت كده بتقدر ان انت تهدم معنويات تماما المنافس فيما تبقى من البطولة. ده اللي عمله النادي الاهلي النهارده في فوزه على بيراميدز 1-0 بعد 12 يوم من مباراة الدور الاول اللي فاز فيها 3-2. وبالتالي بعيدا عن الحسابات الرقمية او حساب النقاط، فتقدر تقول النهارده بقلب جامد ان النادي الاهلي حسم الدوري معنويا او اكلينيكيا. بيراميدز بعد ما خسر مباراتين متتاليتين من الاهلي بعد سلسله من الانتصارات المتتاليه وصلت ل 14 انتصار، هو كده معنوياته انهزمت تماما في فكره انه يكمل على المنافسه او ان هو يكون عنده الدافع انه يكمل على المنافسه على لقب الدوري. ده على الصعيد المعنوي والصعيد النفسي، وده مهم جدا فيما تبقى من مباريات في عمر مسابقه الدوري. اما حتى لو هتتكلم حسابيا فالنادي الاهلي فاضل له 8 مباريات متبقيه مع منافسين مع كامل احترامي ما عندهمش الدوافع الكتيره اللي تخليهم ان هم يقفوا قصاد النادي الاهلي او يحاربوا على النقط قصاد النادي الاهلي. ومع ذلك النادي الاهلي بقى دلوقتي عنده فرصه ان هو يضيع 7 نقط وياخد الدوري. يعني النهارده النادي الاهلي لو فاز كل مبارياته المؤجله وبقى متساوي في عدد المباريات مع نادي بيراميدز، هيبقى فارق 7 نقاط عن بيراميدز. فانت متخيل ان النادي الاهلي من 8 مباريات يقدر يضيع 7 نقط كامله ومع ذلك ياخد الدوري، لانه حتى لو ضيع 7 نقط هتبقى طبعا المواجهات المباشره لصالحه على حساب بيراميدز. ده الجزء الاول. الجزء الثاني، كولر مدرب كبير، كولر مدرب بيعرف يتعامل كويس جدا 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 مع المباريات الكبيره. كولر قدام نادي الزمالك كسب كل المباريات وخسر مباراه واحده فقط. كولر قدام بيراميدز كسب كل المباريات وخسر مباراه واحده فقط، وكانت مباراه على الورق ملهاش اي قيمه في نهايه الموسم اللي فات او في نهايه الدور الثاني من الموسم اللي فات لما خسر 3-0. وبالتالي كولر تفوق فنيا وتكتيكيا في مباراه الثانيه على كرونوسلاف يوريتشيتش، اللي الكل كان بيشيد بيه كمدير فني قادر ان هو يسير مع بيراميدز الى خط الانتصارات او على طريق الانتصارات. لكن لما تعرض لضغوط حقيقيه او لما تعرض لاختبار حقيقي مره واثنين مع النادي الاهلي، سقط في الاختبارين وبان ان هو مضغوط وبان ان هو عصبي او بان ان هو خرج من عباءة الهدوء وعباءة التركيز اللي كان مرتديها خلال المباريات اللي فاتت مع نادي بيراميدز، مع الوضع في الاعتبار برضو ان كرونوسلاف مش وحده هو اللي نجح بيراميدز خلال المباريات اللي فاتت. كان في عامل تاني وهو مهم جدا وهو السكواد اللي عند نادي بيراميدز، واللي فيه نجوم لا يختلف احد على قيمتهم الفنيه في الدوري المصري، مع كمان ان هو كان بيلاعب منافسين مع كامل الاحترام ما عندهمش نفس الامكانيات او الفوارق الفنيه ما بينهم وما بين بيراميدز كبيره جدا لصالح بيراميدز. علشان كده تفوق بيراميدز في ال 14 مباراه، بس لما جه يلعب الاهلي مره واثنين خسروا. وبالتالي الاهلي فنيا يستحق الفوز على بيراميدز مره واثنين، والاهلي فنيا وبشخصيه البطل وبثقته على ارض الملعب ولاعيبته اللي هي رجليها على ارض الملعب ثابته يستحقوا هذا الدوري حتى لو كان لسه فاضل مباريات متبقيه. ممكن البعض يشوف ان نادي البيراميدز اتظلم تحكيميا في المباراتين وبالتالي الاهلي ما تفوقش فنيا لكن تفوق بمساعدات تحكيميه. انا سمعت اكتر من خبير تحكيمي مايل اكتر لفكره ان ضربه الجزاء او الكره اللي كانت فيها مطالبات لضربه الجزاء بتاعت وليد الكارتي مش ضربه جزاء، لان رجل وليد الكارتي هي اللي راحت لكريم فؤاد. انا مايل للراي ده اكتر وفقا لرؤيتي انا كواحد بتفرج على كوره او بتابع كوره. هتقول لي طب ما هو نفس الكلام ده حسين الشحات عمله في الكره اللي فاتت او في المباراه اللي فاتت لما رجله راحت لمحمد حمدي. هقول لك انا شخصيا برضو ما كنتش مقتنع ان ضربه جزاء حسين الشحات دي ضربه جزاء، يعني كان قرار غلط، بس مش معنى ان اتحسب قرار غلط لحسين الشحات في المباراه اللي فاتت فتتحسب دي كمان. في النهايه ده حكم وده حكم ودي مباراه ودي مباراه وما ينفعش تحط دي جنب دي. هي بس الفكره ان المباراتين اتلعبوا بعض ورا بعض وبنفس الظروف والمنافسه وكل القصص دي، فالناس ربطت ما بين اللعبه دي وما بين اللعبه دي، لكن هي لا دي ضربه جزاء بتاعت حسين الشحات ولا دي اي كمان ضربه جزاء بتاعت وليد الكارتي.